اهلا بيكم في قناة موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الملخصات الجديدة. فيلمنا بيبدأ بعصابة واقفة قدام بنك وبينزل من العربية 3، أما السواق واللي اسمه بيبي بيفضل مستنيهم وهو بيسمع أغاني بصوت عالي، وبعد شوية بيطلع الحرامية وبيركبوا العربية وهو بيسوق بسرعة جدا وبيقدر إنه يتجنب كل أفخاخ الشرطة. ولما بيلاقي هليكوبتر بيطاردهم بيدخل بيبي النفق، ومن حسن حظه بيلاقي عربيتين نفس اللون فبيقدر يهرب، وبيوصلوا الجراج وبيبدلوا العربية وبيهربوا. وبعدها بنشوف بيبي وهو جايب القهوة ورايح مقر العصابة، وبيقابل دوك اللي بيحركهم وبيخطط وبيعمل كل حاجة. وبعد ما الدوك بيقسم الفلوس بينهم بيكون جريف مستغرب ازاي بيبي بياخد زيهم وهو ما بيعملش حاجه، فبيرد عليه دوك ان بيقدم مهمته ودي اهم حاجه بالنسبه لهم. وبعدها بينزلوا للجراج وكل واحد بيروح لحال سبيله، اما بيبي فبيفضل مع دوك اللي بياخد نصيبه كله وبيديله رزمه واحده، وبيعرفه ان فاضله مهمه واحده بس ويسدد اللي عليه، وبياخد منه التليفون بتاعه وبيديله تليفون جديد وبيقول له انه هيحتاجه قريب جدا. وبعدها بيسيبه وبيمشي، فبيرجع البيت وبيحط الفلوس تحت البلاطه مع الفلوس اللي محوشها، وبيقول لجوزيف ابوه بالتبني ان خلاص قدامه مره واحده بس ومش هيعمل كده تاني. وبيروح الاوضه وبيبدا يطلع التسجيل اللي بيسجله للعصابه وبيعمل منه اغنيه وبيحط الشريط مع شرايط كتير جدا، وبيكون من ضمنهم شريط مكتوب عليه امي. وبيفتكر لما كان مع ابوه وامه في العربيه وكانوا بيتخانقوا جامد ومره واحده عملوا حادثه وماتوا. وبعدها بيروح بيبي المطعم صغير امه كانت بتشتغل فيه زمان وهو بيحب المطعم ده. المهم بيلاقي بنت جميله داخله وهي بتسمع اغاني وحاطه السماعات في ودانها على طول، وبتدخل البنت دي لمكان الموظفين وبتطلع شغاله في المطعم، وبتروح تساله ياكل ايه فما بيردش عليها، وبتلاحظ انه بيسجل لها فبتمسك التسجيل وبتقول له تاكل ايه، فالمدير بيحذرها تهزر مع الزباين، فبتقول له لما يحب يطلب ينادي عليها وان اسمها ديبورا، وبعد كده بتسيبه. ولما بيرجع البيت بيفضل يرقص مع جوزيف على الاغنيه اللي كان بتسمعها ديبورا، وشويه وبيجيله اتصال من دوك وبيعرفه انه عاوزه علشان مهمه جديده. ولما بيوصل بيعرفه على زمايله الجداد باتس وايدي وجي دي، وبيكون باتس مش مرتاح لبيبي وقرفان منه، وبيقول له انت لابس السماعات على طول ليه؟ فبيقول له دوك ان بيبي عمل حادثه وهو صغير وده سبب له مشكله في السمع ودايما في زن وما بيعرفش يرتاح الا بالاغاني. فبيقول باتس لدوك ان مش واثق فيه، فبيقول له ان بيبي سواق شاطر جدا وان هو اللي دوخ الشرطه في اخر عمليه. وبيعرفه كمان ان بيبي زمان سرق عربيته وكان فيها حاجات مهمه ما كانش عارف قيمتها فرماها، ودلوقتي هو شغال معاه علشان يسدد قيمتها. وبعدها بيفضل يشرح لهم الخطه، وبيبي كان بيسمع اغاني وبيتخيل انه بيلعب بيانو. ولما دوك بيخلص بيقول له باتس ان بيبي ما كانش مركز اصلا ولا عارف حاجه عن الخطه، فبيخلع بيبي سماعاته وبيقول لهم الخطه كلها بالتفصيل. وتاني يوم الصبح بيروحوا للبنك وبينزل باتس واللي معاه علشان يسرقوا، وبيستعد بيبي وبيشغل الاغاني. ولما بيخلصوا مهمتهم بيشوف بيبي انهم قتلوا واحد من حراس البنك فبيتضايق، بس بيتحرك بسرعه لكن بيخبط ظابط بالعربيه فبيهرب منه، والظابط بيفضل وراه فبيحاول باتس يقتله، بس بيبي بيمنعه وبيعملوا حادثه وبينزلوا يسرقوا عربيه من واحده. فبتفضل تعيط وبتقول لهم ان ابنها في العربيه فبيديها بيبي ابنها، وبيكون جي دي نسي سلاحه في العربيه اللي اتخبطت. وفي الاخر بيروحوا الجراج وبياخدوا منه عربيتين وبيتحركوا الجراج تاني خالص، وبيسال باتس بيبي انت منعتني اقتل الظابط ليه، وبيقول له ان الشغل ده ما ينفعش فيه المشاعر نهائي، وانه اول ما يفكر بقلبه هيلاقي رصاصه في دماغه. وبعدها بيطلب منه يجيب لهم قهوه، فبيروح بيبي يجيب القهوه، ولما بيرجع ما بيلاقيش جي دي فبيسال عليه، فبيعرفه باتس انه خلص عليه علشان نسي سلاحه. وبعدها بيقسموا الغنيمه وبينزل بيبي مع دوك وبيديله دوك رزمه الفلوس زي كل مره، وبيقول له بيبي ان دي كانت اخر مره يشتغل معاه وانه خلاص سدد دينه. فبيقول له دوك انه عنده طلب اخير، انه يتخلص من جثه جي دي اللي في شنطه العربيه اللي هيروح بيها. فبياخدها بيبي لمكان هرس عربياته الخرده علشان يخفي اي اثر للجريمه، وساعتها بيقعد يفتكر في امه وهي بتسجل اغنيه والمسجل اللي جابته له واللي لسه معاه لغايه دلوقتي، وقد ايه ابوه كان عصبي وبيتخانق معاها. وبعدها بيروح يقابل ديبورا في المطعم وبيطلب منها يخرجوا مع بعض بعد شغلها، فبتعرفه انها عندها شغل في المغسله بالليل فبيروح معاها، وبيحكي لها عن امه وعن الاغاني اللي بيحبها وبيقربوا من بعض اكتر. ولما بيروح البيت بيقول له جوزيف انه عنده شغل ليه وهي توصيل البيتزا فبيوافق، ولانه كان بيوصل البيتزا بسرعه فكان بياخد تبس كويس جدا. وبعد فتره بيعزم ديبورا في مطعم غالي، ولما بيخلصوا بيجي يحاسب بيقول له الجرسون ان الحساب مدفوع، بيشاور له على دوك، فبيطلب بيبي من ديبورا تستناه شويه وبيروح يتكلم مع دوك، فبيقول له دوك ان سدد ديونه بس ده وقت انه ياخد نصيبه من العمليات ويعمل قرشين ينفعوه، وممكن يشتري عربيه جديده ويعزم حبيبته في اي حته. لكن بيبي بيرفض يشتغل معاه تاني، فبيهدده دوك ان هيقتل كل اللي بيحبهم وهيكسر رجله علشان ما يستخدمهاش تاني، فبيضطر بيبي انه يوافق. ولما بيوصل ديبورا بيقول لها انه اسف وانها تستاهل حد احسن منه بكتير، بس هي بتقول له انها حبته ومش هتسيبه. وتاني يوم بيلاقي دوك واقف له قدام بيته فبينزل يركب معاه، وبيروح معاه للبوسطه وبيطلب منه يدخل يعرف له عدد الكاميرات والحراس الموجودين، وياخد معاه ابن اخته علشان ما حدش يشك فيه، ويشتري طوابع علشان ما يحسوش بحاجه. ولما بيروح للموظفه بيسالها بيبي لو هي هتكون موجوده بكره الصبح، فبترد عليه انها اكيد هتكون موجوده. وبعدها
وبعدها بيتصل بيبي بديبورا وبيقول لها انه للاسف رجع لشغل القديم اللي ما بيحبوش، بس هيقدر يجيب لها عربيه فخمه ويهربوا مع بعض بعيد، فبتوافق. وبعدها بيروحوا مقر العصابه وبيلاقي باتس وبادي ومراته اللي اشتغل معاهم قبل كده، وبيقول لهم دوك ان مهمتهم الجديده محتاجه اسلحه البوليس ما يقدرش يتتبعها نهائي، وان في واحد صاحبه هيجيب لهم سلاح ولازم يروحوا ياخدوه. ولما بيوصلوا بيصمم باتس ان بيبي ينزل معاهم، فبيضطر يسمع كلامه وبيروحوا للراجل وبيوريهم السلاح. وقبل ما يتفق معاهم على اي حاجه بيضربوا باتس بالنار، وبيضربوا النار على بعض وبيخلصوا عليهم. فبيتخانق معاه بادي لانه مراته كانت ممكن تموت، وبعدها بيرمي باتس قنبله وبيتحركوا. وهما في الطريق بيطلب باتس من بيبي يقف جنب المطعم اللي بتشتغل فيه ديبورا علشان ينزلوا ياكلوا، بس بيبي بيتجاهل كلامه وبيحاول يكمل الطريق، فبيهددوا باتس فبيقفوا وبيدخلوا للمطعم، وبيعمل نفسه ما يعرفش ديبورا وهي بتلاحظ انه خايف. ولما بتيجي تاخد الطلبات بيحس باتس ان بيبي يعرف ديبورا، لكن بيبي بيفهمه انه ما يعرفهاش، فبيقوم باتس ناحيتها هو مع المسدس، وبيبي بيمنعه فبيخرجوا من المطعم وبيسيب لها بيبي الحساب ومنديل مكتوب فيه انهم لازم يسافروا الساعه 2 بعد نص الليل. ولما بيرجعوا للمقر بيقول لهم دوك انه لما بيتفق على اي صفقه بعد ما بتخلص بيتصل بيه اللي اتفق معاه وبيقول له كلمه سر بس محدش كلمه. فبيرد عليه باتس ان الراجل ده كان ظابط، وبيعرفه الدوك انه عارف انه ظابط وبيشتغل معاه. فبيقول له باتس ان هو اللي رفع عليه السلاح الاول، فبيسال بادي عن الكلام ده، فبيقول له ايوه هو ده اللي حصل. فبيقول لهم دوك ان المهمه اتلغت ولازم يختفوا لان الشرطه هتدور عليهم في كل مكان، بس بادي وباتس بيصمموا يكملوا. ولما بيسال دوك بيبي عن رايه فبيقول له انه عاوز يكمل المهمه، فبيروحوا كلهم يناموا مع بعض. والساعه 2 بعد نص الليل بيتحرك بيبي للجراج علشان يروح لديبورا، بس بيلاقي بادي في وشه وبيساله عن سبب خروجه دلوقتي. فبيقول له بيبي انه رايح يشرب قهوه، وفجاه بيركب باتس العربيه وبيساله ازاي عاوز تخرج دلوقتي، وبيطلع له المسجل بتاعه اللي بيسجل لهم بيه، وبيساله انت ليه بتسجل كل حاجه. فبيعرفه انه بيعملها اغاني، فبيقول له الاغاني دي فين، فبيقول له في البيت. فبيضربه باتس على دماغه وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي كل الشرايط قدامه وبيسالهم عملتوا ايه في جوزيف. فبيرد عليه باتس السخيف وهو على الكرسي المتحرك بتاع جوزيف ما عملناش اي حاجه. ولما الدوج بيساله عملت كده ليه، بيعرفه انه بيعمل اغاني بكلامهم علشان يسمعه ويرتاح. ولما بيشغلوا الشرايط بيتاكدوا من كلامه، بس الدوج بيقرر يحتفظ بالشرايط دي. وتاني يوم بيروحوا للبوسطه علشان ينفذوا الخطه، وبينزل بادي ومراته قدام البوسطه، وبيبي وباتس بيلفوا للجراج. وبينزل باتس، ولما بيبي بيلاقي الموظفه الطيبه بتقرب من المكان بيشاور لها براسه ما تدخلش، فبتقلق وبتروح تنادي على الامن. ولما بيقرب منه بيكون باتس واللي معاه خارجين، وبيقتلوا الامن وبيركبوا العربيه وبيقول البيبي يتحرك، بس بيرفض. فبيضربوا باتس وبيهددوا، فبيدوس بيبي بنزين بسرعه وبيرشق في حديد قدامهم وبيدخل في رقبه باتس وبيخلص عليه. وفي الوقت ده الشرطه بتكون وصلت، فبيطلعوا من العربيه وبيهرب بيبي، وبيحاول بادي ومراته يركبوا العربيه معاه ويهربوا، بس الشرطه بتقتل مراته. فبيحاول بادي يقتل بيبي بسبب اللي حصل، لكن بيبي بيعرف يخلع وبيسرق عربيه من ست كبيره وبيديها شنطه فلوس. وبعد شويه بيوصل بيبي البيت وبيلاقيه متبهدل وجوزيف على الارض وخايف، فبياخد بيبي فلوسه اللي مخبيها وبيشيل جوزيف للعربيه، وبيروح بيه لدار رعايه وبيسجل له صوته وهو بيقول له كل الكلام اللي بيحبه وبيديله فلوس كتير. وبيروح المطعم لديبورا، بس بيلاقي بادي هناك وبيهدده بالمسدس، ولما الضباط بيدخلوا المطعم بيخبيه. واول ما بيبعدوا بيكون بيبي اخد المسدس وبيضربه بالنار، وبيروح لدوك هو وديبورا وبيطلب منه الشرايط بتاعته، وبالذات الشريط اللي فيه صوت امه، وهو معاه شنطه من اللي سرقوها هيديها له. وبيرفض في الاول بس بيقتنع وبينزل معاهم للجراج. واول ما بيفتح باب الاسانسير بيلاقوا قدامهم رجاله الراجل اللي باتس قتله، فبيحاربهم دوك وبيقدر يخلص عليهم بس بيتصفي دراعه. وبعدها بتظهر عربيه شرطه بتقرب منهم بسرعه، وبادي اللي كان سايقها وبيخبط دوك وبيخلص عليه. فبيركب بيبي وديبورا بسرعه عربيه وبيحصل مواجهه بين العربيتين، وبيقدر بيبي انه يوقعه من فوق. ولما بينزلوا بيكتشفوا ان بادي ما ماتش، مش عاوز يموت ابن الصرم عامل زي البرص، وبيضرب بادي نار جنب ودنه، فبيقع بيبي على الارض من الالم. فبتحاول ديبورا تمنعه بقتل بيبي وبتوقع منه المسدس، وفي اللحظه دي بيمسك بيبي المسدس اللي على الارض وبيضرب بادي، فبيقع على العربيه وبتولع بيه وبيموت اخيرا وبيغمى على بيبي. وتاني يوم بيفوق في العربيه وبيلاقي ديبورا سايقه وبتحاول تهرب من المدينه، وبيحطوا الشريط اللي فيه صوت امه في الكاسيت وبيسمعوه. وبعد شويه بيلاقوا البوليس واقف لهم في نص الطريق، ولما بتحاول ديبورا تلف وترجع بيقول لها بيبي كفايه هروب وبينزل يسلم نفسه. وفي المحكمه بيشهد ناس كتير لصالحه، فبيحكم عليه القاضي ب 25 سنه سجن واطلاق مشروط بعد 5 سنين. وبعدها بيجيله جواب من ديبورا بتعرفه فيه انها هتفضل مستنياه. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديده.